يا مساء الفل والهنا، اهلا بيكم في تاني حلقه من برنامجنا بوصله السعاده مع سمية ايمن على تسعينات اف ام. كل يوم تلات الساعه 7:15 مساء. ويعني خلاص عيدكم سعيد، بما ان بكره ان شاء الله باذن الله هيكون العيد. يا رب يكون عيد سعيد عليكم، وربنا يتقبل منكم كل الاعمال الصالحه. الموسم ده بعنوان 12 تجربه، كل مره بناخد تجربه معينه او دراسات معينه اتعملت في علم النفس، ونشوف ازاي الدراسه او التجربه دي ممكن تساعدنا في حياتنا، في تحسين علاقاتنا، في ان هي تزود صلابتنا النفسيه اتجاه الستريس او المشاكل اللي ممكن نتعرض لها في حياتنا. فاخدنا اول تجربه المره اللي فاتت، والنهارده تاني تجربه. النهارده الصراحه هتكلم عن موضوع حاسه ان ممكن كتير مننا يكون بيعاني منه، يا اما هو نفسه بيعاني بسبب ان ده بيتمارس عليه، يا اما هو بيمارسه بس غالبا مش هيكون حاسس. ممكن يكون مش حاسس، وممكن يكون بيعمله قصد عشان فكر ان هي حاجه مفيده. ففي الحالتين الطرفين بيتوجعوا، والطرفين الموضوع بيأثر عليهم بطريقه سلبيه جدا. احنا نتكلم عن الصمت العقابي. وخليني اقول لكم بس ان هو مش الصمت العقابي، التعامل عامه او العلاج بالسكوت. انه نبقى في علاقه معينه وانت في حاجات، اي مشكله هتقابلها هعالجها ازاي؟ بان انا اسكت، بان انا ما اردش على الشخص، بان انا اتجاهله، اعتبره وكانه لفتره ما هو مش في حياتي. عشان كده السايلنت تريتمنت او العلاج بالسكوت في علم النفس بيقولوا لك ان هو طريقه من الطرق الاستبعاد الاجتماعي او التواصل من خلال التجنب، اللي فيه شخص بيتجاهل أو يرفض التحدث مع شخص آخر، كنوع من أنواع إيه بقى يا جماعة؟ العقاب، أو التعبير عن الاستياء، هو متضايق فبيعبر بأن هو ساكت، أو الغضب. أوقات كمان ممكن حد يستخدم الصمت أو السكوت ده عشان يكون بيعبر عن رفضه لحاجة معينة، أو مثلا واحدة عايزة تضغط على جوزها عشان يعمل لها حاجة معينة أو يغير قراره. أوقات ممكن تكون ليها علاقة بالتحكم، إن أنا عشان عايزة أتحكم في اللي قدامي فاسكت، كنوع من أنواع إن السكوت ده يعني المتلقي اللي بيتعمل عليه أو بيتمارس عليه الصمت العقابي أو الصمت عامة، هو أكتر حد ضميره بيأنبه، بيقعد يفكر هو أنا فيا إيه غلط. عشان كده بقى جه أحد علماء النفس اسمه دكتور بول شرود. دكتور بول شرود ده قال يعني أو راح يشوف كده ريفيو ل74 دراسة عن العلاقات، قعد يقراهم بقى كلهم كده ويعمل لنا كده سمري. ال74 خلي بالكم دراسة دول كان فيهم 14,000 شخص في علاقات. فلقى إيه؟ لقى إن الصمت العقابي أو عامة إن أنت يبقى ردة فعلك اتجاه المشاكل مع شريك الحياة أو مع بنتك أو أيا كان بقى، لقى ان ده بيدمر العلاقه. مش بس بيدمر العلاقه، بيخلي الطرفين حاسين ان هما مش مستريحين، مش مرتاح، كمان بيقلل القرب ما بينهم، وكمان بيقلل القدره على التواصل الصحي والعميق. يعني ممكن يكونوا الطرفين دول كانوا في الاول بيعرفوا يحلوا مشاكلهم مع بعض ويتكلموا مع بعض، بس من كتر ما بقوا بيعالجوا الحاجه بالصمت، اللي بيحصل إن قدرتهم بتقل، قدرتهم على إن هم أصلا يتواصلوا وإن هم يعرفوا يلاقوا بدايل وحلول للمشاكل، مع إن ده كان زمان مختلف. بس لما جه الصمت دخل في الموضوع كان بيوجع. طيب في حاجة مهمة قوي محتاجة أقولها. طب يا سمية، أوقات إحنا بنحتاج ناخد بريك، أو مثلا كانت خناقة كبيرة جدا وأنا بجد أنا حتى مش عارف أبروسس كده، دماغي مش قادرة تهضم أو يعني فاهمين تفهم المعلومات اللي اتقالت لي، انا مش عارفه حتى ارد على الشخص خالص، انا مش قادره. دي حاجه تانية. ساعتها امتى بقى ما يكونش صمت عقابي او امتى ما يكونش مضر؟ لما انا اجي اقول للشخص الموضوع كان عليا شديد قوي، المناقشه اللي احنا اتناقشناها او الخناقه او التغيير اللي حصل الفتره اللي فاتت، فبعد اذنك انا محتاجه اخد بريك، وبريك ورجعه تاني. دي مهمه قوي، مش بس للبنت اللي محتاجه تطمن، الولد كمان. صاحبتك لو انتوا 2 صحاب بنتين محتاجه تطمن ان انتي ما اخدتيش بريك ومش راجعه، انا محتاجه اطمنها ان انا راجعه.
هو بس بريك عشان استقر نفسيا، فلما استقر نفسيا اقدر ابص على الموقف صح ونتصافى مع بعض. فهنا يكون اصلا بقى بيسموه healthy break، ده صحي، ده كده انت اخدت بريك صحي. عشان كده انا سؤالي ليك النهارده، يا ترى عمر اتمارس عليك الصمت العقابي قبل كده؟ ولو حصل كان احساسك ايه؟ جالنا بقى بعض رسائلكم، انا حابه ان انا ابدا الحلقه بيها. إيفا كانت بتقول لا ما حصلش، لكن مدركة كويس أبعاد يعني العقاب، الصمت العقابي ده نوع من أنواع الإيذاء النفسي القاسي الغير ملموس. معاكي جدا، وفعلا فكرة إن هو غير ملموس ده اللي بيخلي شخص يشك في نفسه أكتر. هبة الليسي كمان بتقول جربته من أهلي كتير، بس بقيت أنا اللي بصمت وهم بقوا اللي بيتكلموا. وأنا ساعتها بعت لهبة سألتها، قلت لها طيب كان الموضوع بيأثر عليكي إزاي؟ والحقيقة هي يعني كتبت رسالة أثرت فيا جدا. قالت لي كنت طبعا بعيط وبتضايق، وبالذات من والدتي وعيلتي، وكانت ساعات بتمارس الصمت العقابي قدامي وأنا بصرخ وانهار قدامها، لدرجة إن ولادي كانوا يخافوا عليا وهي لأ. فما لقيتش غير العزلة، وبقت هي اللي تتصل بيا وأنا برد عليها لأجل الله، لكن قلبي قافل من ناحيتها ومش قادرة سامح حد منهم. ده اللي بيعمله الصمت العقابي، ده اللي بيعمله السكوت المفاجئ حتى لو انت نيتك خير. رامي كمان بيقول بيصمت وانا بصمت وفي الاخر احلى بلوك. انا ساعتها سألت وقلت له طب هل بعد شوية بعد البلوك دي بترجع مثلا تعمل للشخص انبلوك وتحاول تتكلموا؟ قال لي صدقيني من كتر الألم اللي الواحد مر بيه في حياته أصبح مفيش خلق ولا صحة للمناهدة. فبالتالي انت ممكن تكون، وهتفهموا بعد الفاصل لما أشرح لكم يعني ليه أصلا إحنا بنستخدم أوقات السكوت لردة الفعل أو لحل المشاكل، هتفهموا إن إحنا ممكن تكون كانت نيتنا خير جدا جدا، وبالعكس عايزين نقرب للشخص، بس الحقيقة إن أنت ممكن تكون بتخسره، بالذات لو هو يعني زي كده ما رامي بيقول هو اوريدي حصل له خيبات أمل كتير قوي في حياته، فأنا مش قادر، تعبت خلاص. إيمي كمان بتقول ندور على بديل، عبده بيقول عملت له بلوك. انا قلت له اريح يعني عامه، بس هو الكلام سهل لكن الموضوع مش سهل. عشان كده لو انت فعلا حد بيمارس عليك او انت بتمارس الصمت العقابي، تعمل ايه وايه تاثيره؟ ده اللي هنعرفه اكتر لكن بعد الفاصل. فتعالوا نروح لفاصل سريع ونرجع لكم تاني. بفكركم بارقام التواصل بتاعتنا 010427894، او اكتبوا لنا رسائلكم على صفحه الفيسبوك الخاصه بتسعينات اف ام #بوصلة السعاده. فاصل سريع نرجع لكم تاني. ورجع لكم تاني من برنامجنا بوصلة السعادة مع سمية أيمن على تسعينات اف ام. و 12 تجربة احنا بنتكلم عن تاني تجربة النهاردة من ضمن ال 12، اللي هي عن ايه؟ اللي هي عن ان انت تحل مشاكلك مع شريك حياتك او في العلاقات عامة بالسكوت. اول ما تحس انه في مشاعر تقيلة عليك بتسكت، اول ما تحس انه الشخص عمل اي حاجة تضايقك بتعاقبه بان انت تسكت، بتعاقبه بان هو يحس ان هو ولا حاجة، بتعاقبه بان انت بتتجاهله. وخلي بالكم من حاجة مهمة قوي، الصمت العقابي او العلاج بالصمت عامة او بالسكوت بينشط منطقة في المخ او في الدماغ، يعني هي نفس المنطقة اللي بتتنشط اثناء ما حضرتك بتحس بالألم الجسدي. فالألم الاجتماعي بيسبب ليك كمان ألم جسدي، فانت بسكوتك ده انت بتألم اللي قدامك. وغالبا وده اللي هتفهموه ان المفروض ان احنا لما بنعمل الصمت ده احنا بنعمله مع اقرب الناس لينا، مع اكتر ناس اللي بنحبهم. فتخيل انت مع اكتر ناس اللي بتحبهم انت بتأذيهم في الحقيقة. فتعالوا نتكلم على الاسباب. يعني الدراسات او مجموعة الدراسات يعني لقيت ان رقم 1 من الاسباب هو الايموشنال ريجوليشن، انه انا مش عارف اضبط مشاعري، ما بعرفش. يعني انا دلوقتي لو انا اتكلمت مع الشخص وما سكتش اخاف بقى اندفع، امد ايدي، اتعصب بزياده، اقول كلام مش حلو بتاع، فانا هعمل ايه؟ هسكت. على فكره انا ما عنديش مانع ان حضرتك تسكت وكده، بغض النظر انه انا في رايي انه الاهم، ومش في رايي انا، في راي علم النفس، ان الاهم حضرتك تروح تتعلم ازاي ما تبقاش مندفع، تتعلم ازاي تقلل من عصبيتك عشانك انت اول حد. بس بتكلم طيب خلاص دلوقتي انا سمية لسه مندفع، اقول ليه بسكت فجأة؟ ليه فجأة في نص النقاش تبقى بتخلي شريكة حياتك بتتنطط بتصرخ
عايزاك بس ترد عليها وانت ساكت، وفي الاخر ابقى انا عشان ده انا عملت كده عشانك، عشان الموضوع ما يكبرش، عشان ما تعصبش. فده بيكون من اكتر الاسباب. كمان في سبب تاني، الا وهو ان بيكون في توقعات معينه لم تلبى، فكأن انا بعاقب الشخص. بتبدأ بقى لما اشوفه حماسي بيبقى قليل، ببدأ يعني اديس انجيج كده، بنفصل عنه. مش بنفصل اقصد انه يعني هيفسخ مثلا خطوبه، لا، انفصل يعني انفصل عنه عاطفيا، وده الاوحش. فحتى بيقولوا لك انه هتعرفها منين العلماء النفس، انه هعرفها من الاي كونتاكت. انا مش هبص للشخص ده في عينه، كاني مثلا لو دخلنا حته فيها ناس كتير قوي انا مهتميه بكل الناس وكانه هو مش موجود، فحاجه مؤلمه جدا. عشان كده بيبقى فيها رفض. كمان بيكون في حاجه للاسف، اعتقد انه البنات اللي بيبقوا اكتر كده، ان انا يبقى عندي توقع ان الشخص لازم هو يبقى عارف، فهو اللي يقرا توقعاتي. انت اللي تبقى عارف انا حاسه بايه، يعني انت مش عارف انت عملت ايه. فانا عشان انا عندي التوقع ان هو لازم يكون عارف سمية زعلانه ليه وامتى، فبالتالي انا هعاقبك بان انا هسكت طالما انت ما عرفتش بقى لحد ما انت تعرف بقى. ودي من اكتر الحاجات اللي بتدمر العلاقه مع الوقت، لانه هو كراجل بالنسبه له بيشوف الامور بطريقه يعني ابسط مننا بكتير. احنا بنركز في ديتيلز، بنركز في تفاصيل، فمن حقك او من حقه عليكي كان انت عندك اختلاف وتبصي على الامور بطريقه تانية تقوليها له مباشره. مش هقعد اقول لا والله سوا لو بيحبني كان عارف انا زعلانه ليه. دي مش حقيقه، ملهاش اي علاقه بالحب. هو حضرتك تكوين ربنا خلقه، تكوينه مختلف عن تكوينك، فهو الامور عنده ابسط بكتير. مش هيركز في تفاصيل معينه، فعمره مثلا ما يتخيل ان هو مثلا لما صحي الصبح وقال لك صباح الخير بس كانت مش بحماس شويه فانتي قلبتي، او ان هو نسي مثلا انيفرسري بتاعكو، نسي عيد جوازكو، فانتي طبعا عملتي له مشكله كبيره. حاجات كده. او حتى مثلا مش نسيه، هقول لك اخر شويه ان هو يقول لك كل سنه وانت طيبه عشان عيد جوازنا وكده. فبالتالي ايه، لا هو اللي لازم يعرف ان هو يعني لا، هو مش بيفكروا كده. هو بالنسبه لهم دي مش اهم اولوياتهم يعني انت لو قلتي له عادي الساعه 10 بالليل يوميها عيد جواز سعيد، هو تمام، ما عندوش يعني مش موضوع بالنسبه له. فاحترامك للاختلاف ده محتاجه تبقي عندك open communication، تواصل. انا محتاجه اقولك ان هو يعني ما جاش قال يعني او ما حسش ان انتي زعلانه، ده مش معناه ان هو ما بيحبكيش، بالعكس هو بيحبك جدا، ولكن زي ما قلت لك انتوا بس مختلفين. كمان بيبقى فيه بقى ساعتها ردود فعل. يعني لما حد بيتمارس عليه الصمت العقابي، فساعتها الشخص ده بيعمل حاجه من الحاجات، يا اما بيبقى عنده محاولات لرجوع، بيحاول جدا يرجع، او بيجيله نوبات غضب. الغضب ده بيكون هو مش فاهم انت ليه ساكت، طب كلمني، وبيبدأ يتعصب من نفسه هو ويسأل نفسه أسئلة وما يبقاش عارف، وكل الحاجات دي طبعا يخليه يجيله نوبة غضب بقى، ممكن يبقى فيها صريخ وحاجات كده. كمان ان هو بقى هو كمان ينعزل. ما خلاص انا اوريدي اترفضت منك لما حصلت المشكلة وانت سكت، فانا مش عايزة اترفض تاني، فانا هنعزل. فيعني حضرتك ممكن تكون كان بتعديه، انت ممكن اصلا تكون في نيتك اللي انت مارست الصمت العقابي او مارست الصمت، ردة فعل الصمت اصلا ممكن يكون كانت نيتك انه ايه، هي فترة يعني بس بسيطة كده، خد بريك ونرجع على طول. لما ترجع هو بقى يكون هو كمان انعزل، يعني ممكن تكون ساعتها انت خسرته. ولكن هنا محتاجة اقول حاجة مهمة قوي. اوقات الشخص اللي بيمارس الصمت العقابي بيحس بغلطته، بس لما بيحس بغلطته بيحس ده عدى 2 3 4 5، والدراسات اللي بتقول كده عدى 2 3 4 5، بيبدأ يحس بإيه؟ بالندم والإحراج من نفسه، خزي كده. فيعمل إيه؟ ما يقدرش يروح يصالح لأنه حاسس إن أنا اتأخرت قوي. فهنا محتاجين نقول يعني أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي أبدا. روح يعني طالما انت اصلا رايح ندمان وهتروح تعترف بالخطأ اللي انت عملته من غير اي مبررات، يعني مش اللي هو ايه انا فعلا ما كنتش مفروض اسكت فجأة بس برضو انت، لا مفيش بقى بس برضو انت، انا غلطت في 1 2 3، انا اسف ان انا سبتك كده، مهما كان حصل بينا انا ما كنتش ينفع اسيبك واسكت فجأة.
حتى لو انت ده بقاله سنة ارجع، احسن من ما انت تسيب الشخص تماما. يعني عامة حابة اقول لكم حاجة، يمكن هو موضوع مختلف، بس انا كانت في بعض يعني الناس قريبين مني تنمروا عليا وكده، وكانت عيلتي وكده. ودلوقتي لما لقوني بنزل فيديوهات كنت بشرح مثلا قد ايه الحاجات دي اثرت عليا، في ناس كلمتني برايفت وقعدت تعتذر لي كتير جدا من صحابي ومن عيلتي. ده فرق معايا. فبقى مش هقعد اقول بقى لا انتوا كنتوا محتاجين بقى تعتذروا من 5 6 7 سنين، لا. كمان بيكون في يعني هقول لكم الحاجة اللي هتقول لنا الصمت العقابي أو السكوت هيأثر على العلاقة قد إيه، حاجات بتسمى cognitive appraisals أو التقييمات المعرفية. دي معناها إيه؟ يعني مثلا الشخص يشوف هل هو غلط ولا لأ. الشخص اللي بيتمارس عليه ممكن أصلا يكون فعلا هو غلطان غلطة كبيرة، فده بيفرق جدا مثلا من ردة فعله. التوقعات اتجاه ترميم العلاقة، هل هو في توقع وحاسس ان العلاقة دي ممكن تتصلح ولا خلاص ماتت بمجرد اللي حصل ده، فهو حاسس ان العلاقة مفيش فيها أمل. قيمة العلاقة في حياة الشخص ده، هل هي بجد علاقة مهمة قوي فهو هيقدر يحارب عشانها، حتى لو الشخص ده اتربى على انه ردة فعله دايما تبقى سكوت، بس هو هيشتغل معاه لحد ما يقدروا يلاقوا حاجة في النص. وكمان الحاجة اللي بتحدد هل ممكن يحصل، يعني هيحصل ايه بسبب السكوت ده، هو هل في حلول اخرى ولا لا. ما هو اوقات بيكون لا هو خلاص العلاقه هتفضل مدى الحياه كده، فالشخص بقى ساعتها هنا بيبدا يفكر بجد، هو انا هينفع اكمل ولا لا، انا هقدر استحمل ولا لا، هل في عنده رصيد اكبر بكتير يخليني استحمل السكوت اللي بيحصل ده. تمام. بس لما يحس ان الشخص ده open flexible كده، لا عادي هو بجد هيقدر ان هو يعني نلاقي حل مع بعض والموضوع ده يقل شوية، فالموضوع بيبقى طبعا تأثيره أقل بكتير. المتلقي، الدراسات بينت المتلقي يعني بالصمت العقابي بيحس بالوحدة، الاكتئاب، بيجيله كمان شعور بالعجز والانفصال، انفصال عن المجتمع عامة. في حاجات في الشخصية بتقول لو عند حضرتك تعرف انه انت هتكون عندك ريسك اكبر، او غالبا ردة فعلك هيبقى فيها سكوت ساعة المشاكل. اولا لو انت عصبي، فلو عندك العصبية، الناس اللي عندهم عصبية اكتر الدراسات لقت ان هم بيكونوا بيستخدموا الصمت العقابي اكتر. لو انا شخص عندي الاجريبلنس قليلة، يعني ايه اجريبلنس؟ يعني سهولة، لين، قريبة من الناس، ان انا مثلا انا اللي من النوع العادي بضحي بمشي الدنيا. يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. سبحان الله. الدراسات تقولك ان الشخص اللي عنده اللين والقرب من الناس ده عالي، بيبقى الصمت العقابي واستخدامه قليل. كمان طبعا لو انت عندك احترامك لذاتك وثقتك بنفسك قليلة، ده يخليك تستخدم اكتر الصمت العقابي. طيب لو احنا جينا نتكلم على استخدام الصمت العقابي، مش بس بيكون بسبب تكوينك الشخصي زي ما انا قلت دلوقتي، لا كمان يعني او مش بيأثر بس، يعني مش ده الحاجة الوحيدة اللي بتأثر، هو كمان بيأثر على العلاقة نفسها وجو العلاقة. جو العلاقة بيأثر جدا هل هنستخدم صمت عقابي ولا لا. يعني لو انتوا الاتنين احتياجاتكم ملباة في العلاقة دي، غالبا مش هيحصل حاجة. هل في تجاهل؟ هل في عدم مساواة ما بينكم؟ فبالتالي الشخص لو في عدم مساواة، فمثلا الراجل متسلط شوية في العلاقة، فالست ما كل اللي هتلاقيه ايه، لا انا مش قد بقعد ازعق واتكلم وكده، فانا هعمل ايه؟ انا هسكت، هستخدم السكوت. وطبعا ده خلي بالكم بيوتر الراجل اكتر، لان اصلا الراجل يعني اول ما يحس بحاجة فيها غموض او كده، هما مش سهل اصلا قوي ان هما يتكلموا عن مشاعرهم، فانت كده بتحطيه في حتة يعني ايه صعبة شوية. ايه الفرق ما بين الراجل والست في استخدامهم للصمت العقابي؟ الست بتستخدم الصمت العقابي علشان تؤثر على قرارات الراجل، فانا عايزه اقنعه بحاجه اذا انا هستخدم الصمت. طيب عايزه تعبر عن عدم الاريحيه، فمثلا انتوا عارفين بقى اديله بوز بقى معروفه بقى، وفي ايه مالك ماليش، احنا معروفه طبعا. وكمان لو بنت اصلا بقى طبيعتها بتتكسف او كده، فبالتالي هي بتبقى دايما بتعبر عن مشاعرها بطريقه غير واضحه شويه. الراجل الناحية التانية اللي بيكون عنده عدم تعاطف أو بعض الخبث في شخصيته،
بيستخدم الصمت العقابي أكتر. وطبعا الدراسات لقت إن لما ده بيحصل الطرفين بيكونوا غير سعيدين أو مرتاحين في العلاقة. فبالتالي الرسالة اللي بتبقى في الآخر اللي الدراسات قالتها إنه بيلاقوا إن الأشخاص اللي بيستخدموا الصمت العقابي هم محتاجين يلاقوا طريقة تواصل أفضل، لأن مع الوقت العلاقة دي بتتدمر وبتشوف نوع من أنواع الإرهاق العاطفي. كمان الأهالي أوقات بيستخدموا الصمت العقابي اللي بيخلي الشخص ده السلف استيم، احترامه لذاته قليل، بيخليه في العلاقات عامة مش مبسوط، وبيبدأ ينقل السلوك ده، بيتنقل للأجيال. فلو الأم بتعمل معايا كده أنا كسمية هروح أعمل كده مع جوزي، وهكذا، وأعمله مع عيالي، فعيالي يبدأوا يعملوه معايا، وهكذا، وإحنا نقعد بقى نورث الموضوع. حاجة مهمة قوي، عملوا تجربة عشان يشوفوا لما انت بتتجاهل حد بتحبه او حد بتحبه بيتجاهلك، ايه اللي بيحصل لك؟ بيحصل لك قدرتك على التحكم في نفسك بتقل، وكمان تركيزك وادائك بيقل. لكن لو شخص مش بتحبه وتجاهلك او انت تجاهلته، بالعكس ده بتحس ان هو بيوفر عليك طاقة. خلي بالكم لو احنا ما لقيناش طريقة تواصل اخرى واضحة، اللي بيحصل ان الصمت بيبدأ يبقى عادة عند حضرتك، فهتبدأوا التعاطف ما بينكم يقل. فمفروض بيحصل ايه؟ من السايلنس، من الصمت، هما كاتبينها كده في علم النفس، سايلنس تو دايالوج، ان انا من الصمت ده لان احنا نتناقش مع بعض. المناقشه دي لو قعدت مناقشه طويله وكل واحد قال اللي جواه، غالبا 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 مشكلتكم هتتحل، هتقدروا يبقى فيه تواصل واضح. عشان كده لو انا بكلم الشخص اللي اصلا بيعاني او بيتمارس عليه الصمت العقابي من شخص انت بتحبه جدا، اولا انا عايزه اقولك خلي بالك من نفسك، فخلي بالك من الدايت، خليك بتاخد ريست، يعني نومك كويس، اكسرسايز، اعمل حاجات انت بتحبها، هات لنفسك هدايا، لانه الصمت العقابي زي ما احنا قلنا او ردة فعل بتكون على نفسيتك صعبه جدا. حاول ان انت تتجنب ان انت تلوم نفسك، عشان اعرف انه الصمت العقابي ده غالبا ممكن تكون حاجه ليها علاقه بيه، هو اصلا ممكن يكون اتربى كده فهو فعلا مش قصده. كمان حاول ان انت تسيك سبورت، تشوف دعم، سواء كانت من اهلك، من صحابك، او هي كانت بقى انت محتاج حاجه بروفيشنال، هتروح بقى لدكتور نفسي او كده عشان يساعدك في الموضوع ده، او ثيرابيست. طبعا خلي فيه تواصل واضح، يعني اشرح فيه ان انا متضايق من كذا، ودايما قول انا حسيت كذا، ما تقولش انت، عشان انت ده هتخلي شخص يهاجمك. فدايما تقول انا حاسس بالشيء الفلاني. تعمل حدود. الحدود دي بتتعمل ازاي؟ ان انا اقول للشخص انه انا مش هتحمل اكتر من كده، وانا عايز يعني وديله بديل، انا رأيي ان احنا نعمل كذا، ولو الموضوع استمر انا هضطر اخد بريك، او انا كمان هبعد. فبعمل ده وكذا مرة. حاولوا ان انتوا يعني ما تندش مع الشخص اللي بيعمل صمت عقابي. فمثلا لو هو بيزعق ما تزعقش انت كمان، ما تندش معاه، لان ده هيكبر المشكلة اكتر. حاول تفهمه وتفهم ان هو ممكن يكون فعلا اوقات بيكون مرهق عاطفيا. هو غلط ان هو ما قالش، بس يعني الموضوع مش هو ما يقصدش ان هو يضرك، اوقات بيبقى موضوع كده. حاول بقى ان تكتبي كتير، يبقى عندك distraction techniques، يبقى عندك كده حاجات معينة بتعمليها، مكالمة معينة اول ما تحسي انت هتفكري قوي في اللي بيحصل لك او كل الحاجات دي، وتكلمي بوضوح مع الشخص مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، بالذات لو انت باقية عليه والشخص ده مهم في حياتك. انا اخويا عشان اقرب له عملت مجهود رهيب، كنت بدخل ما كانش بيرد عليا، كنت بقعد معاه بالساعة، انا اللي بتكلم واحكي. ليه؟ لانه اخويا، انا باقية عليه. فلو الشخص ده انت باقية عليه مضطرة تعملي مجهود. خلي بالك من نفسك، ما تاخديش الموضوع شخصي، ولكن اشتغلي. وهقولك ما تفرطيش في اشخاص انت بتحبيهم، إلا لو هو بقى فعلا بيمارس عليكي عنف، يعني هو بيعمل كده كنوع من أنواع إن هو يتحكم فيكي، بيعملها قصد، وده إحنا بنعرفه، أو لما أنت بتتكلمي مع الشخص وتشوفي ردة فعله بتفهمي ده. ودي كانت حلقتنا النهاردة، وتاني تجربة عن الصمت العقابي أو ردة الفعل اللي بالسكوت، اللي بتكون طبعا يعني صعبة جدا. فاستنوني في حلقة جاية، وتعالوا نروح نقول فاضي شوية، نفتح بقى صفحة جديدة. فأشوفكم بإذن الله، أو استنوني في الحلقة الجاية بإذن الله.